العام. نعم. انتقل إلى الدكتور محمد منار. هناك من يصفكم في جماعة العدل والإحسان بالانتظاريين، يعني أنكم تنتظرون من يصلح الأوضاع حتى تأتوا لتشاركوا أنتم بسلام، وهناك كذلك من يعتبركم متخصصين في النقد دون العمل، وآخرون ينعتونكم بالخرافيين. كيف ترد أستاذ على هؤلاء؟ وكذلك ما هي طبيعة الممارسة السياسية لدى الجماعة؟ لماذا لا تشاركون في المؤسسات؟ هذا سؤال تقليدي وهذا الوصف الانتظاري، ولكن أظن بأنه الآن يعني في السنوات الأخيرة يعني الحمد لله واحد المجموعة من الفاعلين من المغاربة في هيئات سياسية أو لا حقوقية أو لا مدنية أو لا كذا أصبحوا يعرفون الجماعة عن قرب، ويعرفون الجماعة من خلال مناضلها ومن خلال عملها والآن الحمد لله بمعنى المغاربة عموما والمغربيات عموما راه كاين واحد المستوى ديال الوعي ومستوى ديال النضج، والمغاربة يعرفون من يعمل ومن ينتظر. المغاربة يعرفون من يعمل ومن ينتظر، ومن يعمل بحوافز المصلحة العامة لكل المغاربة وبالتطوع وبعيدا عن المصالح الخاصة وعن الحسابات الخاصة، ومن يعمل فقط انطلاقا من حسابات خاصة وانطلاقا من مصالح خاصة. الجماعة لا تنتظر، الجماعة تعمل. وأظن بدون مبالغة يعني الأنشطة التي تقوم بها الجماعة على مدار الأسبوع وكذا، يعني لو مثلا فسح المجال للإعلام كي مثلا غير يدير واحد أسبوع ديال العمل ديال الجماعة ويتبع ما تقوم به الجماعة من أعمال ومن كذا، غادي تبان الحقيقة. ولكن هذا كما قلت هذه أسطوانة قديمة، وأسطوانة أصبحت يعني شروخة ديال يروجها النظام ويروجها من يعادون هذه الجماعة. الجماعة كما قلت الجماعة تعمل، لأن شنو السياسة؟ باش نرجعوا شنو السياسة؟ شنو معنى السياسة؟ جون ماري دونكان يقول بأن السياسة المفهوم النوعي للسياسة هو أن يكون لك اختيار، أن يكون لك اختيار يميزك، وأن تعمل في نضالك وفي تدافعك وهذا من أجل تمكين ذلك الخيار ومن أجل التأثير في القرارات السياسية انطلاقا من ذلك الخيار. هذه هي السياسة بمعناها النبيل وبمعناها الحقيقي، أن يكون لك اختيار واضح. الحال عندنا في المغرب هو أنه رسم اختيار واحد الدائرة هي الاختيار ديال النظام السياسي ومشروعية هل أنت تمارس السياسة أم لا تمارس السياسة. إذا كنت تمارس السياسة من داخل تلك الدائرة راك تمارس السياسة. كنت تمارس السياسة من خارج تلك الدائرة وتقول لا أنا عندي واحد الاختيار مخالف لهذا الاختيار ديال النظام، وأنا أعارض النظام في كذا وكذا وكذا، ولا أسير مع النظام في كذا وكذا وكذا، فأنت راك لا تمارس السياسة ولا تمارس كذا. كاين واحد الخلط آخر ينبغي التمييز. العمل السياسي لا يعني دائما الانتخابات والعمل من خلال المؤسسات. هذا جزء من العمل السياسي. العمل السياسي لو رجعنا كاع عند جميع علماء السياسة ولا علماء الاجتماع السياسي، العمل السياسي كيعرفوا واحد التعريف اللي واسع جدا، يعني كل عمل وكل فعل وكل حركة يكون لها تأثير في القرار السياسي تعتبر من العمل السياسي، ليس فقط يعني انتخابات أو لا المؤسسات. نجي الآن نجيو غير التجربة اللي ذكرتي ديال 20 فبراير، الدستور ديال 2011. هذا المسار اللي عرفوا المغرب، مع أنه لجماعة العدل والإحسان لها ملاحظات كثيرة على هذا المسار، وجماعة العدل والإحسان تقول بأن المسار كان يمكن أن يكون أفضل لو تحملت جميع الهيئات السياسية مسؤوليتها في الضغط وفي التدافع وفي كذا. هذا المسار اللي فيه بعض الإيجابيات، لا الدستور ديال 2011 ولا الطريقة كيفاش مرت الانتخابات ديال 25 نوفمبر 2011 ولا كذا ولا كذا. هذا المسار هل كان يمكن أن يتأتى في المغرب لولا حركة 20 فبراير؟ في رأيي ما كان ليتأتى. حركة 20 فبراير هل كان يمكن لها
أن يكون لها ذلك الزخم وذلك الزخم وذلك الضغط لتحقق هذاك الدستور وتحقق هذاك الشيء لولا مشاركة جماعة العدل والإحسان؟ لا، أظن بأن المنصفين يعني من خارج الجماعة اتركوا لهم الجواب. الناس اللي من خارج الجماعة والناس الذين يتعاملوا مع جماعة العدل والإحسان في إطار حركة 20 فبراير ومن غيرهم من الملاحظين اتركوا لهم الجواب. بمعنى أن القرارات المهمة وأمور مهمة رغم ملاحظاتنا الكثيرة عليها، ملاحظاتنا ماشي فقط الشكلية وإنما ملاحظاتنا الجوهرية، يعني أمور تحققت كان بفضل حضور الجماعة ومشاركة الجماعة وفعل الجماعة. الجماعة يمارس عليها الحصار، ولكن أنا لا أحب أن أتحدث عن المظلومية كثيرا، لأن كنا في واحد الوقت نضطر إلى الحديث كثيرا عن مظلومية الجماعة، ولكن الحمد لله الآن مجموعة من الهيئات الحقوقية والسياسية وهي تتحدث عن مظلومية الجماعة وتنصف الجماعة مشكورة. إذن الجماعة لا تنتظر، الجماعة تفعل. اللي بغى يقول الجماعة تنتظر هذاك حقه، ولكن الخبر ما ترى لا ما تسمع. يعني الناس راه كيشوفوا كيميزوا، المغاربة والمغربيات والفاعلين وكذا راه تيميزوا من يعمل ومن لن يعمل، من يفعل ومن ينتظر حقيقة. يعني بالرغم من اللهم إلا كان الانتظار، اللهم إلا كان العمل هو أن أدخل في نفس الدائرة اللي محددها النظام السياسي، نشتغل في نفس الدائرة ديالو، نقول لي أنا نبغي نبقى منتظر. إلا كان العمل ديالي هو نشتغل في الدائرة ديالك، اللهم نبقى منتظر نشتغل في داك الشيء الاختيار ديالي أنا، الاختيار ديال الجماعة. نعم. ديال اللي كتشتغل في الاختيار ديالها. ولكن يعني الهيئات الأخرى أو المتتبع الكريم يريد منكم أن يعني توضحوا لماذا لا تشاركون سياسيا في مؤسسات الدولة. نعم، لأن ما زال هناك غبش في نعم. هذا الموضوع. هذه نقطة مزيانة لأن خاصها توضح. جماعة العدل والإحسان ليس لها مشكل مع ما أنتجه الفكر السياسي البشري إلى حدود الساعة، وأقصد بشكل واضح الآليات الديمقراطية من انتخابات ومن مؤسسات وكذا. في رأي الجماعة بأن أفضل ما توصلت إليه البشرية إلى حدود الساعة لمواجهة الاستبداد ومواجهة الظلم وهذا هو العمل المؤسساتي، العمل من خلال المؤسسات، الانتخابات، الدستور، فصل السلطات. يعني هذه الأمور الجماعة ما عندهاش معها مشكل. الجماعة ما عندهاش معها مشكل. المشكل فين كاين؟ المشكل فين كاين؟ هو خاصنا يعني خاص مشاركة الجميع من أجل تأسيس لواحد الفعل اللي يكون فعلا في اتجاه ديمقراطي. خاص التأسيس لواحد الفعل اللي نضمنوا منذ البداية أننا غادين في اتجاه ديمقراطي. يعني خاص دستور يسمح بعمل مؤسساتي فعلا، ما تكونش في هيمنة مؤسسة واحدة. دستور 2011 للأسف لا زال يكرس هيمنة المؤسسة الملكية. كنلاحظوا بأنه القرارات الاستراتيجية لحد الآن تأخذها المؤسسة الملكية، سير من منح الأوراق للمهاجرين الأفارقة إلى آخر ما كان ديال الاستقالة ديال إقالة أوزيل. يعني القرارات الاستراتيجية عكس ما روج في البداية بأنه لا راه التأويل الديمقراطي والمؤسسة الملكية غتكون عندها يعني فعلها محصور وكذا وغتكون العمل ديال رئيس الحكومة. العكس اللي كاين الآن، لا زالت المؤسسة الملكية هي المهيمنة في العمل السياسي المغربي. بمعنى الجامعات تقول مع المشاركة في المؤسسات، مع الانتخابات، مع كذا، ولكن على أسس صلبة، على أسس صحيحة، انطلاقا من دستور فعلا يسمح بفصل السلطات فعلا، انطلاقا من دستور فعلا يكرس المسؤولية ويكرس المحاسبة. ماشي كنحاسبوا غير اللي بغينا، وربما كتكون أفعال أكثر من هذوك الناس اللي حاسبناهم دارت لا حتى شي واحد ما كيتحاسب عليها. فهمتي؟ معنى خاصنا فعلا منطلقات. هذه المنطلقات الجامعة كتقول ملي غادي يكون واحد الانطلاقة سليمة، والجامعة ما كتقولش بأن هذه الانطلاقة سليمة، كتقول بأنه خاص الجميع يشارك. يا جميع الناس المغاربة اللي ما بغاوش الاستبداد وما بغاوش الفساد وما بغاوش كذا خاصهم يتحملوا مسؤوليتهم في هذه الانطلاقة. واهلا وسهلا، مرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا. من يكون عندنا فعل مؤسساتي بالفعل، يكون عندنا دستور فعلا، دستور ديمقراطي، يكون عندنا فصل السلطات فعلا، يكون عندنا رئيس حكومة يقدر يمارس الصلاحيات ديالو. ماشي لا ما نمارس الصلاحيات ديالي لان نتوما راه ما عارفينش شي حوايج، راه كاينه شي حوايج اخرى ما عارفينهاش. لا، خاص ديك الحوايج اللي ما عارفينهاش خاصها تبان، خاصها ما تكونش.
باش رئيس الحكومه منين نقولوا لي علاش ما مارستيش الصلاحيات ديالك غيقول لنا علاش، وهذيك الساعه تكون المحاسبه وكذا. اما دابا لا، راه الا قلت هذه راه غندخل في صراع مع هذا. اش بغينا حنا كاع دخلنا كاع لهذا الزحام؟ الا درت هذه غندخل في صراع كذا. لا، خاص من البدايه تكون الامور واضحه، من البدايه تكون الامور واضحه. ولكن للاسف يعني لا نستفيد من الاخطاء، يعني حتى لدرجه اننا نقدروا نسميو هذه الفتره الاخيره ديال المغرب السياسي بانه مغرب الفرص الضائعه. يعني نفس الاخطاء اللي وقعت شحال هذه كنعاودوا نكرروها هذو ما كنستافدوا من الاخطاء. داك الشيء ديال السي عبد الرحمن اليوسفي ما كنستافدوش منه، وهذا الشيء اللي كيطرى الان نتمنى اننا نستافدوا منه باش يكون الكلمه ديال المغاربه والكلمه للناس اللي عندهم الغيره على هذا الوطن تكون كلمه واحده. من اجل ماذا؟ من اجل واحد التاسيس ديمقراطي فعلي. يعني توضع قواعد ديال التنافس وتكون امور جاده وكذا. مرحبا، هذيك الساعه الجماعه مرحبا. يعني ما كاينش عندنا مشكل ديال الانتخابات او ديال المؤسسات عكس ما يروج البعض. نعم، شكرا دكتور محمد منار. في اطار الحديث عن القواعد السياسيه والتصور السياسي والبرامج السياسيه، باعتباركم عضوا في الدائره السياسيه لجماعه العدل والاحسان، المتتبع الكريم يريد معرفه التصور السياسي للجماعه وكذلك البرنامج السياسي للدائره السياسيه لجماعه العدل والاحسان. لعل هذا السؤال هو سؤال تقليدي مألوف، وكانت جل الحركات الإسلامية وما يسمى في اللغة الإعلامية بالإسلام السياسي تسأل: أين برنامجكم السياسي؟ أنتم أناس بدون برنامج سياسي. وأظن أنه في هذه المرحلة الأمر متجاوز. من يلاحظ البرامج التي تتقدم بها كثير من الأحزاب والتنظيمات السياسية سواء في المغرب أو في دول الجوار على اختلاف مشاربها الفكرية واختياراتها الإيديولوجية يجد تطابقا في البرامج السياسية وحتى في البرامج الانتخابية، وكأنها تصاغ كما يقول البعض من مطبعة واحدة. وأنا شخصيا لا أرى عيبا في ذلك ما دام المغاربة لهم اهتمامات وهناك أرضية مشتركة أو انتظارات أو طموحات متشابهة ومتماثلة لدى كثير من الفاعلين، مع العلم أن في بلدان الديمقراطية تكون كتل سياسية حقيقية تتمايز فيما بينها من خلال برامجها. لكن الواقع هو أنه ليس هناك في المغرب تنظيم سياسي ولج إلى الحكومة واستطاع أن يطبق برنامجه كما وعد به الناخبين ووعد به مناضليه والمتعاطفين معه. مسألة البرنامج السياسي في ظروف الاستبداد لا معنى له، وهذا لا يعني أننا لا نتوفر على البرنامج. وقد نشرت الجماعة غير ما مر برامجها وانتقاداتها لما هو موجود. وهناك يعني أمر أساسي جدا حتى لدى كثير من الفاعلين السياسيين لتصوغ برنامجا سياسيا. هناك عوائق ترتبط بما يسمى بالديمقراطية التشاركية، وعلى رأسها الحق في الوصول إلى المعلومة، وهذا غير متوفر. هناك مشروع لا زال يعرف تباطؤا، مشروع قانون في المغرب يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، لأن لكي تصل إلى الحق إلى المعلومة، لأن تصل إلى المعلومة هو حق ديمقراطي، لكن في المغرب لا حق للمغاربة في الوصول إلى المعلومة إن وجدت هذه المعلومة لدى الدوائر الرسمية، وأظن أن جزءا منها موجود لكن غير متاح للفاعلين السياسيين، وهذا يعوق كثير من البرامج لتكون برامج حقيقية. ومن يرى تفاعل أو تعامل الفاعلين السياسيين يدرك غياب البرامج، غياب القدرة على تنزيل هذه البرامج. هناك برامج طارئة واستعجالية مرتجلة تنزل من هنا ومن هناك وفي هذا الظرف أو ذاك لمعالجة أمور بطرق تعبر بالفعل عن الارتجال. فهذا هو جوابنا على ما يتعلق بالبرنامج، أن يكون المصداقية لهذا البرنامج وأن تكون قادرا على تنزيله وتطبيقه.
وأمر البرامج السياسية هي أمر يعني ليس وحيا مقدسا، ولا هو مسألة يعني ثابتة، إنما تتفاعل. البرنامج يتفاعل مع الواقع المحلي، مع الظروف، مع الطوارئ، مع الواقع الإقليمي والدولي، وهذه أمور أساسية في صياغة برنامج. المغاربة أظن أنهم يعني أننا جميعا لا زلنا بعيدين عن صياغة برامج قابلة للتنزيل، ونمتلك القدرة على تنزيلها. أسوق مثالا يعني في الحقيقة يثير الدهشة والاستغراب، ما وقع في مجال وزارة الاتصال. وزير لم يستطع أن يطبق داخل وزارته قانونا، وتقف أمامه موظفة فيعجز ويترك المجال، مع العلم أنه لا زال في الحكومة. أمور كثيرة جدا تثير الاستغراب، لا يمكن إلا أن تضع عنها كعبارة للتعليق made in Morocco. نعم. نعم، هذه تحدثت الآن عن معايير برنامج. هل برنامج جماعة العدل والإحسان يتوفر على هذه المعايير، وما هو بالضبط؟ البرنامج متوسط المدى، بعيد المدى، عشري، ما هي بالضبط الأمور التي تطرحونها لإصلاح الوضع السياسي بالمغرب على مستوى البرنامج؟ تفاعلنا مع الوقائع، تفاعلنا مع الأحداث، ما ننشره، ما نشر في أدبيات الجماعة كفيل بأن يعطي صورة، وهي موجودة لدى كثير من الباحثين والمتتبعين ومراكز الدراسات والأبحاث في المغرب وخارج المغرب، يعرفون جيدا برامج أو برنامج الجماعة. يعني على باختصار، ما الذي تريده الجماعة على المستوى السياسي بالمغرب؟ تريد الجماعة دولة مدنية، دولة ديمقراطية، دولة الحق والقانون، دولة يشارك فيها المغاربة جميعا بدون إقصاء، بدون تهميش، في التعبير عن آرائهم وتنزيل البرامج التي تخدم مصالحهم. برامج تريد الجماعة العدل والإحسان دولة تربط المسؤولية بالمساءلة، ويكون فيها فصل السلط والفصل بين السلطة والثروة، دولة تحقق الشعارات الديمقراطية المرفوعة منذ زمان ولم نرى منها على أرض الواقع شيئا. هذه أظن أن هذا نشترك فيه مع كثير من الفرقاء وكثير من المناضلين وكثير من مواطنين ومواطناتنا. هذا مطمح المغاربة، لا نريد أن نتميز بشيء نسميه هذا خاص بجماعة العدل والإحسان، ونحن غير حريصين على هذا، لأن المشترك الذي يجمع المغاربة أكبر بكثير مما يفرقهم. أستاذ، تحدثت عن المشاركة، كيف تتحدث عن المشاركة وأنتم يعني تقاطعون الانتخابات؟ كيف سنشارك؟ كيف سنحقق الديمقراطية؟ مقاطعة الانتخابات هي مشاركة، بل هي في عمق المشاركة السياسية. كيف أستاذ؟ أسوق مثال. الدولة دائما تلجأ إلى مناورة اللوائح الانتخابية. في الدول الديمقراطية كل مواطن بلغ سن الرشد يتوفر على بطاقة وطنية. من البطاقة الوطنية يمكن أن تعرف نسبة المشاركة في الانتخابات، فعندما نرى هذه النسب الهزيلة للمشاركة ندرك حقيقة أن المجتمع المغربي عازف عن هذه المشاركة. فاللجوء إلى هذه اللوائح الانتخابية هي مسرحية ولم تعد تنطلي على أحد من المغاربة، هدفها هو تعمية عن حجم مقاطعة الانتخابات من قبل المغاربة. فنحن لسنا وحدنا في جماعة العدل والإحسان من يقاطع الانتخابات، أغلبية المغاربة يقاطعون. فعندما يكون فاعل سياسي مقاطع ومعه أغلبية الشعب المغربي، فهو يعبر عن رأي الأغلبية الصامتة أو الممنوعة أو المقموعة أو غير الراضية عن اللعبة السياسية. وانضمام فاعلين آخرين إلى هذه المقاطعة يجعل اللعبة السياسية تقع أو تنال حجمها الحقيقي الهزيل، ويدرك كل من ينخرط فيها أنه ينخرط في لعبة لا تمثل رأي المغاربة ولا تعبر عن الديمقراطية المرفوعة في الشعارات. فإذن المقاطعة هو موقف سياسي في صلب عملية المشاركة، وليس
موقفا سلبيا كما يريد البعض أن يروج له. ومن أراد أن يذهب بعيدا في هذا التحليل فليرينا ماذا حققت الأحزاب التي انخرطت منذ مدة في العمل الانتخابي رغم توفرها على قيادات مناضلة، رغم توفرها على رصيد تاريخي، رغم أننا لا نشك في نوايا ولا في الكفاءة ولا في القدرة ولا في الغيرة على خدمة هذا البلد، لكن حجم العوائق تفرغ العمل السياسي من محتواه وتفرغ العملية الانتخابية من محتواها. وقد تكررت التجربة وقال الناس ندخل ونحاول أن نصلح من داخل المؤسسات وأن الوقوف في صف المعارضة انتظارية، لكن أرونا منذ أزيد من 30 سنة ماذا حققت هذه المكونات المناضلة رغم أن لها مشاريع ولها رؤى، لكن ماذا تحقق من هذه الرؤى؟ لها أن تجيب. هل العمل الانتخابي مشجع على المضي؟ هل المقاطعة فعلا انتظارية أم أن المشاركة أصبحت تزكية لعمل لا يستحق هذه التزكية؟ لا شك أن الطموح والأمال تدفع كل مرة فيقول الناس هذه المرة نتجاوز ما مضى ولن يتكرر، وأعطيت وعود في فترات سابقة من أن النزاهة ستضمن وكذا، ومع ذلك لم يرى المغاربة شيئا من هذا. نعم، إذا نفهم من كلامكم أنكم في تصوركم السياسي لستم ضد المشاركة أو المشاركة الانتخابية، لكن تضعون مجموعة من الشروط. إذا أمكن أن توضح لنا هذه الشروط التي تضعونها للمشاركة السياسية. نعم، مقاطعة الانتخابات ليست موقفا مبدئيا أبدا، وإنما هو استنتاج من ظرف نرى أن المقاطعة أجدى وأنه موقف سياسي أقوى. باختصار متى ستشاركون في الانتخاب؟ عندما يعني تكون الأجواء، يقول البعض يعني تنتظرون الأجواء حتى تتهيأ لتنطلقوا، لأن الانخراط في جو رديء يزكي هذا الوضع ويعطيه الحق في الاستمرارية. إذا تنفس المغاربة بعض الصعداء وأحسوا ببريق أمل بعد 2011 فإنه لم يأتي من خلال المشاركة في المؤسسات وإنما من خلال الاحتجاج في الشارع. وظرف لا زالت الدولة تمنع فيه الأحزاب السياسية رغم قانون الأحزاب الذي نعرف جميعا كيف صيغ بنية إقصاء الحركة الأمازيغية وإقصاء الحركة الإسلامية خاصة العدل والإحسان. هذه هي الدوافع التي كانت وراء من صاغوا قانون الأحزاب السياسية على علاته. رغم ذلك اختار من اختار، خاصة مثلا حزب الأمة اختار أن يشارك في بهذا القانون وفي ظل هذا القانون ومنع منعا تعسفيا إلى اليوم. أما جماعة العدل والإحسان فتمنع حتى من تأسيس جمعية حي، بل انخراط حتى في جمعية آباء تلاميذ كما أكدت منظمة هيومن رايتس واتش في التقرير الذي قدمته للرئيس الأمريكي باراك أوباما أثناء الزيارة الملكية الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا أستاذ محمد سلامي.